النهاردة هحكي لكم على قصة مرعبة حصلت بالفعل لزوج وزوجة لسه متجوزين في بيتهم الجديد. تعالوا بينا نشوف القصة بتقول ايه. واحدة بتحكي وبتقول ان في بداية جوازي عشت في بيت مرعب فوق ما اي حد يتصور. طبعا البيت أجره جوزي اول ما اتخطبنا، وقعدنا 1.5 سنة مخطوبين، وجه الوقت اللي بنجهز فيه البيت عشان فرحنا كان قرب. ففي مرة رحنا البيت وملحقناش حتى ندخل، حسينا بحد واقف عند الباب، فكمان كان في حمام عند باب البيت، وأول ما دخلنا حسينا بطاقة سلبية رهيبة. ما مسحناش الشقة وحطينا فيها شوية ملح ومشينا، وغبنا عن الشقة 2 أو أكتر. لما رجعنا تاني لقينا حاجة غريبة جدا، الملح اتحول كله رماد. ازاي؟ مش عارفين. بتقول المهم مسحنا الشقة وجهزنا البيت وكل حاجة تمام. أول أسبوع في الجواز بدأت ألاحظ حوالين العمارة قطط سودا كتير، حتى سكان العمارة لاحظت إننا مش بنسمعهم خالص طول الوقت، كأننا ساكنين لوحدنا في العمارة. فقلت يمكن الجيران هادين وفي حالهم. نخرج برا البيت، ولما نرجع بالليل الاقي برضو القطط السودا قاعدين حوالين العمارة، وكمان لقيتهم قاعدين قدام باب شقتي. بدأت اخاف بس قلت عادي. اسبوع بعد اسبوع ابتديت احلم بصراصير في البيت وماليين الشقة، قلت كوابيس عادي. وبعدها اتطورت الامور، اشغل التلفزيون طول النهار الوضع تمام، بس اشغل قرآن يطفي التلفزيون لوحده، ارجع اشغله تاني وابعد عنه شوية يرجع يطفي تاني، قلت يمكن التلفزيون باظ. بعديها قلت ادخل اخد دش، بدأت اسمع صوت الاذان في ودني، والغريب بقى ان ده مش وقت صلاة خالص. وبعدها قلت ده كله خرافات، مش عايزة افضل خايفة. لما ابتدي اطبخ او اغسل المواعين النور يبدأ يترعش او ينطفي، ابتديت بجد احس بالخوف. وبعدها احس ان في حاجة سخنة واقفة ورايا وصوت نفس، ما كنتش بقدر ابص ورايا من كتر خوفي اشوف ده ايه بالظبط. في مرة كان شعري مربوط كله ونزلت خصلة على وشي، ازاي وشعري كله مربوط مش عارفة. وبعديها بفترة جبنا قطة صغيرة، القطة فضلت تعض في نفسها لحد ما ماتت. بعدها قلنا نجيب سمك زينة، كله برضو مات في الحوض بتاعه. جبنا عصافير برضو بدأوا يموتوا واحد ورا التاني من غير أي سبب واضح. قلت مش عايزة حيوانات خالص. بتقول وجي اليوم اللي حملت فيه وحضرنا للبيبي سريره وحطيناه في الأوضة، وبعديها قلت يا ريتني ما جبته. ابتديت اسمع صوت بيبي بيعيط، اصحي جوزي واقول له سامع، يقول لي مش سامع حاجة، وكل يوم على نفس الحال. قلت يمكن حد في الشارع بيمشي ابنه بيعيط، لكن للأسف الصوت كان طالع من جوه الشقة. قلت لجوزي خلاص لازم نمشي من البيت ده، قال لي بعد ما تولدي، قلت له خلاص تمام. ابتديت اسمع صوت للناس بتجري في طرقة الشقة، وصوت رجليهم عالي جدا. ابتديت بصراحة اخاف بزيادة، قلت احكي لجوزي واقول له ركز معايا واسمع صوت الرجلين اللي بتجري في طرقة الشقة دي. قال لي انا مش سامع اي حاجة، لحد ما فعلا نفسيتي تعبت خالص، ورحت عند اهلي وحكيت لهم كل اللي بيحصل في الشقة دي، واني مش هرجعها تاني ابدا. بعد ما مشيت عند اهلي اتقطعت الكهرباء في العمارة كلها، وقعدت اسبوعين، وجوزي كان بينام في الشقة لوحده من غير كهرباء خالص، يعني مفيش نور نهائي غير نور كشاف كان بينام عليه او شمع كان بيولعه عشان ينور له. وهنا ابتدى بقى جوزي يحس بكل حاجة كنت بقوله بتحصل في الشقة، وصدقني اخيرا. ونقلنا لبيت تاني خالص بعد ما شعري شاب من كتر الخوف ومن كتر اللي شفته في الشقة دي. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.